إن شفت إنسان مواظب على الكنيسة وبيتمم كل العبادات والصلوات والأصوام ويعترف ويتناول، لكن مشغول بالأرضيات ومش مشغول بالسماء، اعرف إن كنزه في الأرض مش في السماء. شوف قد إيه. إن شفت إنسان مشغول بالسماويات اعرف إن كنزه في السماء. نحاول نكنس لفوق ولا كل فكرنا متجه للأرض؟ حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك. الرب يسوع قال كده، ويبقى القلب بتاعنا مشدود للكنز بتاعنا. يلا يا إخوتي بنعمة ربنا في بداية الصيام ده، وده احنا في الحد الأول، نحط هدف واضح قدامنا. صايمين ليه؟ احنا نفسنا نحصل على الكنز الحقيقي ربنا يسوع المسيح، ويبقى الكنز ده هو حياتنا ونبتدي نوضب. وده مش هينقصنا في العالم شيء، بالعكس هيزيدنا بركة. تفتكر الحياة مع المسيح تعقدك وتحرمك من العالم؟ أبدا. بالحياة مع المسيح تعطيك سلام وتعطيك نجاح وتعطيك اطمئنان وتعطيك بركة وتعطيك علاقات كويسة مع الآخرين. الحياة مع المسيح ما تضرش أبدا. ده بالنسبة للعالم، وإحنا مش بنتكلم في الحتة دي، لأن ربنا قال اطلبوا ملكوت الله وبره. هذه كلها مش هتعطى ليكم التزام. المهم إن ربنا في بداية الصوم حطنا الإنجيل ده عشان خاطر يبقى كلام ربنا واضح من الأول، إن إحنا نبتدي نحضر الكنز بتاعنا.